في بهدفين لهدف ليضرب موعدا مع الثمن. المتابعة لعزيز القبلي. انتدابات على المقاسة كانت الفيصل في فوز الفتح الرباطي بمباراة إياب دور 16 كأس العرش من قلب ملعب سانية ترمل. الدقيقة الرابعة من المواجهة شكلت أول تهديد لصالح فريق الفتح الرباطي. بالمقابل فأغلب محاولات المغرب التطوانية خلال الشوط الأول لم تكن بالقوة الكافية، خصوصا محاولة محسن ياجور خلال الدقيقة 32، وهي المحاولة التي سجلت تدخل ناجح للحارس عصام بادة إلى حدود الدقيقة 33، وتمكن اللاعب المهدي خلاطي تسجيل هدف السبق بالقوة الكافية لصالح المغرب التطواني. ومن ركنية حاول الفتح تعديل النتيجة، إلا أن رأسية عبد الفتاح بوخريس أخطأت الهدف المنشود. لكن الدقيقة 43 حملت الجديد لأبناء الرباط من خلال هدف التعادل الذي كان من توقيع آدم نفاثي، وبنتيجة هدف لمثلها انتهت الجولة الأولى. الجولة الثانية لم تشهد إضافة الأهداف على الرغم من المحاولات التهديفية العديدة التي أتيحت للطرفين معا، أبرزها محاولة آدم نفاثي لصالح الفتح الرباطي في الدقيقة 58، وكذا الهدف المرفوض لصالح المغرب التطواني الذي ألغي بعد قرار تحكيمي مفاده أن الكرة تجاوزت خط المستطيل الأخضر، وهذه صورة توضيحية أكثر لقرار الحكم. وخلال الدقيقة 10 بعد 100 من فترة الشوطين الإضافيين استطاع يوسف سكور إهداء هدف التأهل لصالح الفتح الرباطي. كنا منهزمين في الشوط الاول في الرباط، فجينا لتطوان على اساس نحقق واحد النتيجه ايجابيه. الحمد لله اللاعبين رغم الهدف اللي تلقينا في الشوط الاول، ما اللاعبين ما طيحوش يديهم، خلاهم في الشوط الثاني يزيدوا يركزوا اكثر. التعليمات ديال الاطار الوطني بصراحه خلات اللاعبين يدخلوا الشوط الثاني بواحد خطه جديده، هي اللي خلاتنا نتقدموا في الاطوار المقابله. آخر محاولات المواجهة لم تغير من النتيجة النهائية، هدفين مقابل هدف واحد، إضافة إلى تأهل الفتح الرباطي إلى الدور